إخواني أخواتي السلام عليكم. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير من خلال هذه الإطلالة، وتكونوا بصحة جيدة نتوما وليدات ديالكم والعائلات ديالكم. الحلقة ديال اليوم غادي نديرها خصيصا حادثة مؤلمة اللي عرفتها اليوم محطة القطار بسلا طابريكت، واللي أدت إلى مصرع امرأة الله يرحمها والله يعطي العائلة ديالها الصبر. مع الأسف هكذا حوادث واللي كنت تكلمت عليها شحال من حلقة من خلال إعطاء بعض النصائح للمسافرين عبر القطار، واللي كنت نركز فيها أساسا على بحال هاد الحوادث العرضية. الحادثة ديال اليوم في محطة القطار ما غاديش نتكلم على المناسبات ديالها وعلى كيفاش وقع وشنو وقع بالضبط، لأن هناك تحقيقات اللي جارية وتنعرفوا من خلالها تنعرفوا يعني شنو هما الأسباب والمسببات ولماذا أدى هذا السقوط، أو إلى ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الحادثة المؤلمة. اللي بغيت نقول وشحال من خطرة من خلال هذه القناة المتواضعة نعطي نصائح سيرتو خاصة في مناسبات العطل بحال هذه العطلة الصيفية اللي تيكون الإقبال الكبير على القطارات. مع الأسف ودرت بزاف الحلقات، ولكن غير من خلال تنقلي في القطارات ما زلت ألاحظ بأنه تصرفات خطيرة جدا، وللإنسان في ديك اللحظة ما تيشعرش بها حتى تتأدي الله يستر بحال هكذا حوادث اللي تتكون مؤلمة، ومن خلالها واحد الشخص تيفقد الحياة ديالو أو تيتعرض لواحد العاهة مستدامة أو إلى آخره، أو تمشي له شي طرف من الأطراف ديالو إلى آخره، بلا ما نتحدث في هذه المسائل اللي ما تنبغيش نهضر فيها مزيان بزاف. ولكن كاين اللي غادي يقول لي مثلا، واخا تنعطي بعض النصائح تيقول لي مثلا خص البيبان يكونوا مسدودين ديال التران، البيبان ديال التران، وغادي نهضر بالدارجه باش يفهمني كل شيء. مثلا تنقولوا خص التران البيبان ديال يعني البيبان المؤدين الى السكه خصهم يكونوا مسدودين. اتفق، هناك كاينه ابواب اللي تتكون مسدوده، يعني لا فيرميتير ولا فيرتير ديالهم الحلال والسدال ديالهم تيكون بنوماتيك، بحال مثلا القطارات يعني القطارات اللي تتربط ما بين قنيطره كازا او لي تران نافيت او اللي تسمي معويطات الى اخره، او القطارات المكوكيه السريعه. ولكن هناك قطارات اخرى ربما الابواب لا تشتغل، ولكن هذا ما خصناش نديروا عليه شماعه ديالنا بعض الاخطاء اللي ترتكبوها حنا. ديما تنقول راه الانسان شحال من واحد تنشوفو تينزل من القطار باقي ما وقفش، باقي القطار ما دارش لاري كومبلي ديالو، التوقف النهائي ديالو هو مزروب وهالصاك، وتيجي له والله راه غادي غير بشويه وتيجي شحال هكذا حوادث راه حضرت لهم بحكم التجربه المتواضعه. شحال من واحد باقي القطار ما يوقفش وهو مع وليداتو غادي تيجري باش يسبق الباب وتيشد في البواني ديال الباب ولا ديال القطار، باقي القطار ما وقفش. وهذا راه تصرف شخصي، غيجي هذاك السيد السيكوريتي غيقول لك ما تطلعش في التران حتى يوقف، ولا ما تهبطش حتى توقف، وتيكون يعني الازدحام في النزول وفي الهبوط. شحال من واحد تنشوفو نازل من القطار، التران عنده دقيقه ولا جوج وتيوقف في القطار، يوقف القطار ينزل لوكي، ينزل للرصيف ويشعل الله يعفو علينا كاملين، ولا اي واحد تيهز كارو ويبقى يكمي مع راساتو ديك الدقيقه اللي غيوقف فيها التران، وهذاك الكارو ما تيساليش ولا تيجي شي تليفون تيلاهيه والتران تيتحرك وهو تيطلع فيه. وهذا الشيء تنشوفو بعض الخطره مع الاسف حتى في قطارات فائق السرعه. مثلا في مدينه قنيطره تيوقف تما عنده واحد 2 مينوت لا 3، كاين اللي مبلي تيهبط في ديك الساعه اللي تيتسد الباب، تيهبط هو يكمي ولا شنو هذا. وشحال من خطره شحال من واحد شفتو سد عليه الباب وخلى الباكاج ديالو مشى عليه التران، لان التران راه ما غيوليش يتحل الباب الا تحرك. لهذا إخواني أخواتي يعني كاين هناك إنسان في واحد العطلة صيفية اللي تيمشي فيها يفوج وتيمشي يبدل الأجواء، تيولي الله يستر في شي حادثة اللي تتبدل له حياته رأسا عن عاقب، يعني توقع الله يستر هكذا حوادث. وهذا الشيء راه عنده ليستوريك ديالو، عنده تاريخ ديالو. أنا أتذكر جيدا في نفس المحطة، يعني في سالة طابريك، واحد العام واحد السيدة تدير الله يرحمها مسكينة هي تدير لا نافيت
جو كخوا تدير لا نافيت كونيطرا كازا، وكنت جبدتها في واحد الفيديو، وفي العاود ما تنزل في يعني في لو كوتي ديال في الجهه اللي كاين الرصيف، نزلت الجهه ديال السكه باش تربح ذاك الوقت، وجات مع التران الاخر كخوازور دايز نيشان ضربها ماتت الله يرحمها. وتنشوف الناس كاين اللي سوتيغا ما تستعملوهمش، كاين الممرات الارضيه ما تستعملوهمش، كاين اللي باساج نيفو السكه وتنخليهم وتنقطعوا السكه. وديجا هضرت في حلقات بحال هذا الشيء. كاين اللي التران داخل المحطه وهو داخل معطل وتيبقى غادي يجري باش يمشي للوكي الاخر، وربما يتعكل هو والتران جاي الله يستر وشحال من واحد وقعت له. انا لا احدد المسؤوليات، انا اتفق معكم. البيبان خصهم يكونوا مسدودين، اللي عاطين السكه ديما خصهم يكونوا مسدودين، لان افترض هذا الباب ما مسدودش، انا ما بتسكاش شحال من واحد حل الباب سيرتو في هذا الصيف تنعرفوا بعد خطره الكليماتيزاسيون. انا اتفق معكم ما تتكونش خدامه مزيان بسبب هذه الحراره، درجه الحراره مرتفعه، ولا بعد الخطره لا كليم خدامه تندخل الفواتيره تلقاها بارده، وواحد حال الباب ديالو ولا جوج الباب ديال التران وحاط ومدلي رجليه الجهه ديال السكه، ما تعرفش لان راه كاين تران كروازور 160 كيلومتر في الساعه مع التران الاخر كروازور 130 ساعه، يهزوه هو ورجليه هو والكارو ديالو هو كل شيء. حال الباب تيديروا بحال داكشي ديال الويسترن، والباب التران تحرك اخويا نسد الباب صافي، ما نزلش كوطي فوا، ما نتكاش على البيبان، سيرتو قلت لكم في الدخله ديال لي دار ملي تيكون لاكار التران داخل واحد لاكار تتكون واحد الشونجمون، واحد التحول ديال المسار ديال القطار تيمشي من فوا تيقدر الا كان الباب حليتيه قبل الوقت وانت ساهي تلاح مع الدخله ديال لاكار. اذا الباب ما تنسدوه ما تنفتحوش حتى التوقف النهائي وما تنحلوش حتى التوقف النهائي. والتران زاد اخويا مشى تران يجي تران اخر، وشحال من واحد تيبقى وهصاك ومعاه وليداتو قال لك باغي يطلع في التران. وهذا الشيء تنهضر لكم اون كونيسونس دو كوز من خلال التجارب المتواضعه او اللي شفتها. يخليكم انسان غادي انا كاين واحد النقائص، حنا ماشي تنقولوا راه كاين شي حوايج تخليك خصهم يديروا، ولكن ملي تلقى كاين لاسانسور في لاكار في المحطه وكاين السوتيرا، هادو المحطات اللي فيهم تنهضر على المحطات اللي فيهم، وتلقى كاين لو باساج من دوز وانت تتخلي هذا الشيء كامل وتقطع السكه، كيسكي تشافش وانت تتقلب على المشكل. راه كاين خلل، حنا ماشي تنقولوا لو باغ في الكمال، ولكن عاوتاني انا ما نزيدش طين بالله. التران اخويا اسهل حاجه التران تيوقف عاد نزل شحال من مجروب تيصدق الانسان. ولا غادي نجبد واحد الخرجه ملي كنت باقي في الامير عبد القادر جو مغطى القبيان، واحد الطالبه مسكينه كانت طلعت الفاس، هي من واحد المدينه بلا ما نقول يعني من مدينه من الغرب، وطلعت هي للجامعه فاس باش دير اعاده تسجيل، وكاعاده تسجيل وغادا من يعني راجعه بحالها غادا مثلا المدينه ديالها، وصلت لمكناس الامير عبد القادر وكانت الحراره وكان تم الروبيني ديال الماء وبطات تعمر قرعه ديال الماء. وتنعرفوا ان مكناس التران الا جاي غادي المكناس غادي الاتجاه ديال سيدي قاسم كاينه هناك هبطه كاينه لابونت حدوره التران بغيت يشد لا فيتاس، عمرت الماء هبطت تعمر الماء، ومنين ما جات فين تعمر ديك القرعه الماء التران تحرك. التران منين تحرك شدات بغات تطلع للتران، التران تحرك شدات بيد والقرعه شاده بيد والله يستر وقع عليها اللي وقع بلا ما ندخل في التفاصيل. توفت السيده مسكينه. وانا هذه حضرت عليها وحضرت عليها بزاف. وغير مؤخرا طلع انا في التي جي في واحد طالع مع المراه ديالو والوليدات ديالو طالع تيحط معاهم السيكان وسط تران التي جي في في البوراق، وراه تيسد الباب راه غيمشي ليك التران. والله يخليكم احنا بحال هاد الاحداث مؤلمه جدا وتألمنا، ولكن حنايا تنكونوا غاديين في واحد العطله نحاولوا ندوزوا العطله ديالنا بخير وعلى خير، نمشيو بسلام ونرجعوا بسلام. كاين نقائص فيما يخص بحال اللي تنقول دابا خص البيبان يكونوا مسدودين الى اخره، ولكن حنا عاوتاني بتصرفات طائشه تنسبوا في هاد المشاكل. وشحال ديال النصائح عطينا. المهم هاد ما تنبغيش ندخل في التفاصيل، التحقيق راه شنو غيكون، كاين بزاف العوامل ما غاديش انا تنقول لكم هاد الاسباب اللي تقدر تؤدي يا النزول من القطار دون التوقف النهائي، الصعود الى القطار قبل ما يتوقف نهائيا،
ندوز من سكا في شي بلايص اللي ما خصنيش ندوز فيهم، عندي السوتيران، عندي الباساج ندوز منه. ما نحلش الباب ملي نكون في التران ونجلس نتغربا والتران اخر كروازور يقدر يدي لي رجليا. وبزاف ديال النصائح. مؤخرا هضرت قلت بان الانسان حتى الباكاج ديالو مثلا خصو يحضيه، تنحاولوا نعطيو النصائح، ولكن مع الاسف كاين، ماشي تنقول كل شيء، ولكن كاين بعض الناس او بعض المسافرين اللي تيقوموا بهذه التصرفات الطائشه. لان الانسان ملي تيكون مزروب وجاي تيقول الترين غيمشي عليا وتيكون مرتبط بواحد الوقت ولا بواحد الموعد، في ديك اللابس دي طون، في ديك الحاله ما تيكونش تيفكر في العواقب حتى تتوقع. راه كاين اللي مشاو له مساكن الاطراف ديالو، كاين اللي وقعت له بزاف ديال العاهات. ايوا تنتمنى تكون الرساله وضحت. تنرحموا على هاد السيده اللي مسكينه الله يرحمها اللي وقعت لها هاد الحادثه، والله يخليكم مزيدا من الحذر، مزيدا من الحذر. انسان غادي مسافر في القطار ولا في الحافله ولا في اي كان، راه غادي باش يفوج، غادي باش يدوز واحد الوقت زوين، ما خصوش هذيك السفر اللي كان هو غادي باش يعني يبدل الجو مع عائلته ويفرح شويه، ومن بعد عام ديال تماره يمشي يستقل الله يستر شي حادثه اللي تخرج على الاسر واللي تتقلب الحياه ديال الانسان كامله. شكرا، والى اللقاء في حلقه قادمه بحول الله وقوته.